وبيفوز بديربي القاهره 3-0. كهربا احرز الهدف الاول، ومحمد شريف بعد نزوله احرز الهدف الثاني والثالث علشان يوسع الفارق مع غريمه التقليدي نادي الزمالك الى 8 نقاط، ومع فيوتشر الى 4 نقاط. فوز في توقيت مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي. الاهلي رايح كاس العالم للانديه يعني بعد اسبوع، والفوز ده والمكسب ده هيدي لعيبه الاهلي دفعه معنويه كبيره جدا في توقيت مهم جدا. طبعا عريس المباراه هو كهربا. كهربا كان بيمر بظروف صعبه جدا، ظروف صعبه على اي شخص وعلى اي لعيب كوره، ان انت يبقى بقالك فتره طويله ما بتلعبش. دايما اكتر حاجه تاذي لعيب الكوره ان هو ما يبقاش قادر يعمل شغله. ولكن كهربا في رايي انه تعامل بشكل جيد جدا مع مساله ايقافه من حيث الجاهزيه البدنيه، ودي نقطه مهمه جدا. انت النهارده لما يبقى لعيب بعيد كل ده ما بيلعبش ماتشات بقاله 7-8 شهور، وكان في تركيا ما بيلعبش بشكل مستمر، ولما تدخله يبقى بدنيا واقف على رجله حتى بنسبه 75%، ده محتاج شغل كبير جدا من اللعيب. وانا عارف ان كهربا يعني الفتره اللي فاتت كلها بيتمرن كويس يعني مع طبعا اسلام جمال مدرب اللياقه اللي هينضم لمنتخب الشباب في كاس الامم الافريقيه القادمه. اسلام جمال هيكون ضمن الجهاز مع الكابتن محمود جابر. طبعا منتخب مصر بيستعير كابتن اسلام جمال من نادي زد، لانه اصلا يعني معين في نادي زد، ونادي زد يعني طبعا الاداره شاكرين وافقوا ان اسلام يتحرك للمنتخب خلال بطوله كاس الامم الافريقيه. لكن انا بالنسبه لي كهربا هو البطل الحقيقي للمباراه، لان كهربا بيلعب تحت ضغوط نفسيه كبيره جدا جدا، بالذات لما يكون الماتش قدام الزمالك. ودي طبعا لقطات كهربا يعني في التسخين، وجمهور الاهلي بيحييه. والحقيقه ان كهربا يعني حالته البدنيه كويسه جدا ما شاء الله عليه، مركز مستعد نفسيا وذهنيا للمشاركه في وقت زي ما بقول لكم، وقت كان صعب عليه. موضوع قانونيه مشاركته من عدمها كل الكلام ده كله مش هي قصتي، ولكن انا بقول لكم يعني ان اللعيب يبقى بعيد كل ده وبعد كده لما يلعب يظهر بالشكل ده. وانا طول عمري بقول لكم ان كهربا احسن لعيب في الثلث الهجومي في النادي الاهلي، احسن لعيب في الثلث الهجومي في النادي الاهلي والاكثر موهبه، وكله هو كهربا. يعني كهربا لعيب كويس جدا، وعنده ميزه ان انت دايما ما تقدرش تتوقع هو هيعمل ايه في الملعب. يعني بيتحرك تحركات كويسه جدا طبعا لما بيروح للجول هادي، ودي مزايا مهمه جدا في اي لعيب.